تفضل. الله يسلمك. عفوا، بس ليش ما تقول علي عليه السلام؟ يعني ما لا تقول، مو أقول علي رضي الله تعالى عنه. ليش ما تقول عليه السلام؟ لا، علي رضي الله تعالى عنه، الله ترضى عنه، ما قال عليه السلام. طيب يعني ليش ما تقول عليه السلام؟ شنو الإشكال بهذا؟ ما أقول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل في حقه عليه السلام، قال طيب. رضي الله تعالى عنه. أنا الآن بلتزم بالقرآن، مو أنتم عندكم كلام الإمام أي رواية تخالف القرآن اضربوا بها عرض الحائط، أنا بضرب بالروايات عرض الحائط. أنت الآن أفقه من البخاري، لأن البخاري قال في صحيحه علي عليه السلام. شكرا جزيلا. طيب يلا يلا جاوب على سؤالي. ما في يعني أنت أفقه من البخاري؟ البخاري ما هو معصوم، البخاري يعني أنت أفقه منه، هو لا يفهم وأنت الذي تفهم. طيب إذا البخاري ما يفهم ليش تتبعونه؟ نزلوا يلا. ليش؟ لا بالعكس، حوار يلا ليش؟ يلا لا شيخنا العزيز، لحظة ليش؟ لا بالعكس، حوار ليش؟ لا شيخنا العزيز لحظة. لا تحاورنا يا زلمه، ليش نقول علي رضي الله عنه وليس عليه السلام؟ يلا ساعدوا، يلا من اللي بيقست؟ استمعتم اخواني؟ هذا اقل شيء، هؤلاء جهله لا يعرفون حتى ما في كتبهم. تعالوا الى البخاري وماذا قال في صحيحه عن الامام علي عليه السلام. هل قال فقط رضي الله عنه ام قال عليه السلام؟ والآن تعالوا إخوتي إلى صحيح البخاري، ستجدون أنه في صحيحه يذكر أمير المؤمنين ويقول عليه السلام. وهذه الموارد هي كالتالي: أولا حديث 4664 يقول حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام. المصدر الثاني باب يقصر إذا خرج من موضعه، يقول وخرج علي عليه السلام فقصر أو قصر إلى آخر كلامه. المصدر الثالث في تفسير سورة الذاريات قال علي عليه السلام هي الرياح. المصدر الآخر هو حديث 4947 يقول حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام. وهكذا ذكر في عدة موارد عليا عليه السلام وقال عليه السلام. ولكن هذا المتشيخ أو المستشيخ جاهل حتى بكتبه، وهو لا يعلم أن كلمة عليه السلام وردت في كتبه وعن طريق محدثه الكبير البخاري. وهذا إن دل على شيء يدل على جهلهم المركب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.